قصة اليوم مأساوية وحزينة جدا. الشاب اليمني والمواطن اليمني محمد البناء من أهالي مدينة إبا الخضراء في اليمن، في يوم من الأيام ابتلاها الله سبحانه وتعالى ومرضت عمته، فقرر محمد أنه يأخذها إلى أحد المستشفيات في مدينة إبا الخضراء، وداخل هذا المستشفى أخذت علاجها وبدأت تتحسن أمورها بعض الشيء، ولكن مع مرور الأيام ارتفعت الفاتورة وأصبحت قيمة الفاتورة كبيرة للغاية. تخيل معي، وصلت قيمة الفاتورة 1,400,000 ريال يمني، وطبعا هذا المبلغ بالنسبة لمواطن يمني يعتمد على وظيفته في اليمن يعتبر كبير للغاية. هذا المبلغ يعادل تقريبا 10,000 ريال سعودي. وبعد ما وصلت الفاتورة إلى هذا المبلغ توقف المستشفى عن علاج عمته، وكلموه المستشفى أنه لازم يسدد قيمة هذا الفاتورة علشان يكملون العلاج. وهنا أصبح محمد في حيرة من أمره، وقرر أنه يستعين بأحد أقاربه، واستعان محمد في خاله اللي وقف معه وأعطاه الباص الخاص فيه. وبعدها محمد انطلق إلى هذا المستشفى ومع هذا الباص اللي كان يحمل كل آماله. مع هذا الباص ترك هذا الباص في أحد الأماكن ودخل إلى المستشفى علشان يتفاوض مع مدير المستشفى في هذا الأمر، وعلشان يقنع صاحب المستشفى إنه بيترك عنده هذا الباص رهينه لما يجهز له هذا المبلغ ويدبر هذا المبلغ الكبير. ولكن للأسف الشديد إن محمد ترك الباص في مكان مجرى السيول، وفي هذا الوقت كانت العواصف وكانت الأمطار غزيرة جدا. وبعد ما أقنع محمد مدير المستشفى خرج من المستشفى وعنده آمال وطموحات عظيمة جدا. كان يفكر إن هذا الباص بيفك عنه أزمة عظيمة وعمته بتكمل العلاج، ولكن للأسف الشديد السيول أخذت الباص وأصبحت الكارثة أكبر بكثير بالنسبة لمحمد. طبعا في هذا اللحظة محمد كان يقدر يستدرك هذا الأمر، وكان قريب منهم شيول، فراحوا إلى صاحب هذا الشيول وطلبوا منه المساعدة أن يخرج الباص من مجرى السيول. ولكن صاحب الشيول ما وفقه الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، وقال لهم لازم يعطوه 400,000 ريال يمني مقدم علشان يخرج لهم هذا الباص. طبعا محمد ما عنده هذا المبلغ بالكامل، ولو كان عنده هذا المبلغ ما تردد في هذا الأمر نهائيا. فهنا صاحب الشيول رفض هذا الأمر وأصبح الباص تالف تماما. هذا الباص كسرته السيول وأصبح تالف وأصبحت قيمته لا تساوي شيء. طبعا بعد هذا الحادثة المأساوية صاحب المستشفى تعاطف مع محمد وقرر أنه يعفيه من هذا المبلغ بالكامل، ودفع عنه هذا المبلغ اللي وصل 1,400,000 ريال يمني. والشعب اليمني بعد ما سمعوا قصته وبعد ما عرفوا هذا القصة تعاطفوا معه، وكل واحد تعاطف بالذي قدر عليه. طبعا الكارثة والمصيبة اللي حصلت مع هذا الرجال أن عمته ماتت بعد 3 أيام من هذا الحادثة، بالرغم أن الناس تعاونوا معه وتعاطفوا معه وقدروا أنهم يجمعوا له مبلغ كبير. ولكن الكارثة الأخيرة والمصيبة الأخيرة اللي حصلت مع هذا الرجل لا تقارن بهذا الأشياء أبدا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرحمها وأن يتغمدها في واسع رحمته، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعينه وأن يوفقه وأن يسدده. وهنا يتبين لك كمية التعاون والتعاطف بين أبناء الشعب اليمني العظيم، وأن كل مصيبة وكل كارثة لها مخرج ولها حل بإذن الله سبحانه وتعالى.